طيب ليه الحزب بيتعامل مع المواطنين بالمصداقية والشفافية؟ هل ده سبب نجاح المشاريع التنموية للدايرة؟ بسبب نجاح القيادة السياسية اللي موجودة من إمم، 2015. تمام. عندنا قيادة سياسية ناجحة بتطور في البلد. إمم، من 2015 لحد النهاردة البلد بقى وضعها أفضل بكتير جدا. بقينا بنواكب رغم الأزمات اللي موجودة، لا بقى في حاجات، كل حاجة بقت تتطور. كل وزارة في الدولة بتتطور، إمم، كل مكان خدمي بيتطور، إمم، كل خدمة عامة النهاردة بقت متطورة. مراكز الشباب اتطورت اللي هي بتخدم أكتر الشباب اللي موجودين في البلد. الخدمة، مكاتب البريد، المستشفيات، المدارس، كل حاجة بتخدم المواطن اتطورت من إمم، 2015 لحد النهاردة. إمم، فليه ما يكونش شفافية؟ بالعكس، ده كل الأحزاب في شفافية، لأن إمم، القيادة السياسية اللي موجودة ناجحة. إمم، عشان كده ما عندناش حاجة ما تدعي، يعني تدعي ان تخليك ما يبقاش في شفافية. بالعكس، ده الأحزاب النهاردة واخدة حريتها، بتقابل أي مسؤول، بتعرض مشاكلها، إمم، بيبان المسؤولين مفتوحة على أوسع أبوابها. إمم، كل ده بيرجع بفضل الله ثم نجاح القيادة السياسية اللي موجودة. فالأحزاب، لا، الأحزاب واخدة حريتها وواخدة شغلها النهاردة، وغالب الأحزاب اللي شغالة إمم، موجودة دلوقتي على أرض الواقع وعندها شفافية كاملة. وده اللي نفسي فيه، ان نلاقي النهارده احنا واقفين ليه، المواطن المصري واقف ليه ما بيشاركش وباش ليه عضو بناء في الحزب، وليه ما يشتغلش؟ احنا في فرصه ذهبيه، إمم، كله شغال دلوقتي. لا، اشتغل، انت بتبني، ولازم النهارده البلد بتتبني، فلازم تسطر نفسك في التاريخ اللي موجود إمم، عن طريق القناه الشرعيه الحزبيه. إمم، لازم يكون لك عندك ثقافه ثقافه حزبيه وثقافه سياسيه لكل مواطن مصري. إمم، تمام. طيب هل يحق للأعضاء تبني آراء شخصية بحيث لا تتفق هذه الآراء مع آراء الحزب؟ الحريه، إمم، طالما رأيك هيكون سبب في بنى البلد، مش رأي هدام، مش رأي هيكون بينعكس على انه يكون تأثيره سلبي على البلد، لا، إمم، اتفضل قول اللي انت عايزه. ممكن فكرة تكون سبب في تطوير بلد، إمم، أكيد. واحنا بدورنا السياسي او اي منصب سياسي حزبي خدمي، انت بدورك بتاخد الفكرة من المواطن توصلها للمسؤول. إمم، تمام. فلا، قول، وبنستمع لكل الآراء ولكل الكوادر الجديدة، إمم. مفتوحة في أي اجتماع. نصيحة بقى لكل شاب محبط عاوز يطور من نفسه أو ينضم للحزب. النهاردة إمم، أنا بقولها لكل شاب، مش لكل شاب، لكل مواطن مصري. إمم، اشتغل وكن لك دور في البلد، وخلي فكرك ما يبقاش يروح في وقت، أو في الفكر بتاعك ما يضيعش في حاجة البلد ما تستفيدش بيها. لا، خلي فكرك تسخره صح في إمم، المكان الصح. الفرصة موجودة. والنهاردة أنا ليه ما كنش شاب متبني أو ليا دور في فكرة أو في كلمة؟ الكلمة حتى الكلمة، إمم، حتى التعليق كلمة على بتفرق. الميديا. إمم، النهاردة أنا لو جيت دخلت على صفحة رئاسة الوزراء، صفحة الصفحة، كل الصفحات اللي هي صفحات المسؤولين إمم، كلها بناءة، لقيت مشروع طور من بلدي، مشروع خلانا قدام العالم كله شيء إيجابي. ليه؟ حتى التعليق الصغير إمم، حطه، ده ممكن يكون شيء إيجابي إمم، نفسيا، تساعد المسؤول إن يبني أكتر، يطور أكتر. م- في حاجات كتير أنت يبقى لك دور ليها. إمم، الشاب النهاردة أو المواطن المصري لو بقى كل واحد قام بدوره المطلوب، أكتر ما احنا بقينا لنا مكانة، هيبقى لنا مكانة أكتر وأكتر. إمم، لو حصل تكاتف ما بين كل فئات الشعب في دولة بتبني، محتاجة كل فكرة، محتاجة كل كلمة، محتاجة كل مجهود من المواطن، لا، هنبقى في مكان أحسن. إمم، فأنا دايما وبتكلم الكلام ده من كامل اقتناع ومن جوه قلبي، إن احنا خلينا كلنا كل مواطن مصري في كل مكانه، سواء مسؤول سواء أيا كان مكانه، خلينا إمم، في وقت التكاتف، وقت البنى. ده وقت بنى، خلينا كلنا نتكاتف في بنى البلد، كلنا بلا استثناء.
النهارده احنا اشتغلنا وخضنا تجربه في دايره من ضمن الدوائر، والحمد لله بفضل الله نجحنا. وبقى احساس جميل ان انت كنت سبب مع المسؤول ومع المواطن ان وجهته، وبدات تلمس حاجه، بدات تتحرك مع المسؤول وبدات تنوه له وبدات تنور له نقط معينه. ممكن تكون مفيش مسؤول النهارده هيشوف الدنيا كلها كامله، اكيد طبعا. لا، خليك ليك دور. بقى لنا دور وبدانا نقدم طلباتنا ومشاكلنا ونعرضها. والله احنا عندنا في القريه كذا، عايزه تطور مركز شباب كذا، محطه صرف كذا، مدرسه كذا، مكتب بريد كذا، شهر عقاري كذا، مستشفى كذا. وبدانا ننور، بدانا نقابل المسؤول وبدانا نعرض طلباته، وبدا ينزل لجان وبدا ينزل تنفيذيين لحد ما سلمنا المشاريع مع المسؤولين. فبقى يبقى لك احساس جامد، بدا يبقى في حد يقول لك احنا عايزين نبقى زي فلان. فخلاص انت غيرت الفكر، عايزه فلان، خلاص انت بدات تخلي الشاب يغير تفكيره، يبقى عايز واحد من وسطه، بقى له تغيير، بقى ايجابي. انت راخر عايز تبقى انت ايجابي. طيب ما هي كل دي حاجات بتعود بالنفع في كل حاجه. اكيد فدي طبعا. نصيحه، ما تضيعش وقتك، اشتغل واجتهد واعمل وابني وخليك ايجابي. دي دايما نصيحتي، لان هتحس احساس جميل جدا جدا، ونفسي كله يحسه، ان لما تلاقي حاجات نجحت، حاجات بقى لها دور، بلدك بتنجح وانت بقى لك دور في الموضوع ده. عند تعيين اعضاء الحزب الجدد، حضرتك بتركز على انهم من النوابغ وليهم انجازات سابقه؟ بالعكس، ده احنا لو البدايات من الصفر، ممكن يكون اللي بادئ من الصفر ده يكون عنده حلول بناءة ويكون كادر من ضمن الكوادر اللي موجودة. وانت تكوني سبب في نجاح زي ده، ده بيبقى شيء جميل جدا يعني، واحساس اجمل ان انت تكوني سبب كادر انه ينفع البلد ويخدم البلد. اجتماعاتنا للحزب بتبقى بقيادة معالي المستشار احمد بيك التهامي رئيس الحزب، واحنا استفدنا منه ومن خبراته. ولو حد من اللي موجودين نجح وبقاله باع في السياسة، بفضل الله ثم بفضل رئيس الحزب